الله الله الله. حبة كبدة بالردة خطيرة، سندوتش كبدة ومعاه جرجير وطحينة، مفيش أحلى من كده. الله 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 بجد. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله. معايا نص كيلو من الكبدة الشرايح، مغسولة غسلة خفيفة تحت الحنفية ومتصفية في المصفى. ومعايا بولة فاضية. بصوا أنا بحب أشطف الكبدة علشان بنزل منها أي دم أو زفارة. طب الكبدة ما تشطفش يا جماعة؟ لا يا جماعة معلش، اتبعي بس الخطوات وان شاء الله تلاقي احلى كبده. واروح جايبه بوله بقى فاضيه، فيها معلقتين كبار من الخل، عليهم عصره ليمونه كبيره، عليهم نص معلقه من الثوم كبيره، واقلبهم كويس قوي، ونص معلقه من الملح، ورشه من السبع بهارات، ورشه من الكزبره الناشفه اللي هي المطحونه يعني، واروح حاطه نص معلقه من الكمون، واقلبهم كويس قوي مع بعض، وانزل بالكبده بتاعتي فيهم. وبعد ما الكبده بتاعتي تتبل اركنها على جنب، واجيب طبق فيه توابل نفس التوابل، نص معلقه من الكزبره، نص معلقه من الكمون، رشه بابريكا دي اللي زياده، ربع معلقه من الفلفل الاسود، معلقه كبيره مليانه من السبع بهارات. وخليكي عارفه ومتاكده ان الكزبره والكمون والسبع بهارات اكتر نكهات جميله وبتمشي مع الكبده، بتخليها ريحتها بصي في حته تانية وطعمها جميل. واجيب طبق بقى فيه حبة من الردة كبار، يعني حبة حلوين كده محترمين من الردة، وحبة صغيرين من الفيجيتار، وحبة صغيرين من الدقيق، واقلبهم كلهم على بعض، وانزل بنفس التوابل اللي انا قلتها فيها، ونص معلقة برضو من الملح تاني. وخلي بالك الكبدة بتاخد الملح بسرعة، علشان ما تزوديش في الملح وتلاقيها حادقة. اهم حاجة ان الاكل بتاعنا ممكن يبقى حد عايز يتعالج، لكن المالح مش بيتعالج ويبقى وحش، فخلي بالك من الحته دي. واجيب طاسه على النار، بعد ما اديت الكبده بتاعتي في الرده الحلوه كده وشبعتها بالكفر، اروح حاطه الطاسه على النار فيها زيت غزير بيغلي سخن، مش الزيت مش بيغلي سخن بس يا جماعه، خلي بالك من الحته دي. واروح حاطه بقى الكبده بتاعتي في قلب الزيت، واحنا مع بعض كده هقلب الكبده كده على الوش ده وعلى الوش ده. بصوا مسافه الفيديو انت اعملي الكبده ليه، لان الكبده ما بتاخدش سوى نهائي، اقل من الدقيقه يا جماعه على الوش ده، واقل برضو من الدقيقه على الوش ده، لان الكبده لما بتستوي معلش يعني بتدي مطه كده، بتبقى ناشفه وشديده كده في القطع. لا هي عايزاها جوسي وطريه وجميله، تبقى زي ما انا قلت لك كده، ما تكمليش دقيقتين في القلي الكبده كلها في الطاسه يعني، وتطلعي وتحطي تاني. واهم حاجه تصفيها على مصفى، علشان المصفى تنزل اي زيت زياده، ما تصفيهاش على ورق في الاول، على قصدي ورق المناديل المطبخ يعني، لازم تكون مصفى. بعد كده ممكن تحطيها على مناديل المطبخ زي ما انت عايزه، لكن في الاول لا، اهم حاجه المصفى عشان اي زيت زياده ينزل في الطبق اللي تحت المصفى. وبعد كده نكمل الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه، وتكون النار بعد ما الزيت بيسخن نوطي النار شويه علشان ما نحرقش الكبده بتاعتنا، نوطي النار عليها، تكون النار متوسطه، ولا هاديه قوي ولا عاليه قوي. وبعد ما خلصنا عايزه اقول لك ان الكفر بتاع الخليط اللي احنا عملناه للكبده بيبقى متماسك عليها وجميل وما بيقشرش ولا اي حاجه، والرده بتدي كفر خفيف كده مش باين، لكن الكفر ده احلى واطعم. جربي وان شاء الله مش هتندمي، وهتعتمدي الطريقه وتعمليها على طول. واحنا كده بنقلي نسمي الله ونصلي على الرسول دايما كده، عمران قلبنا ولساننا بالذكر، ونفضل نذكر الله ونعمل معاها شويه طحينه حلوة، ونحط على الطحينة بتاعتنا 4 معالق كبار من الطحينة، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، رشة شطة صغيرة، رشة كمون، ورشة كزبرة على على حتة صغيرة من الثوم، وأقلبهم مية سخنة ومعلقتين كبار من الخل. طيب الطحينة يا جماعة ما ربطتش معايا، أعمل إيه؟ أروح جايبة طاسة فاضية، حاطة الطحينة بتاعتي على النار، أقل من دقيقتين هلاقي الطحينة بقت سمكها تقيل وجميلة. أرجع أرجعها في البولة، لو عايزة شوية خل أحط لها، عايزه ميه سخنه احط لها، واظبط الملح بتاعي. العيب على فكره في الخل مش في الطحينه. وعلى فكره انا عايزه اقول لك حاجه، الطحينه الحلوه دي احنا اللي عاملينها في البيت، هنزل لك الفيديو بتاعها وهتلاقيها احلى طحينه، وان شاء الله تعتمدي برضو الطريقه. وهنا عملنا الكبده، هنجيب طبق بقى ونحط فيه الجرجير، ونحط عليه الكبده، يعني فرشه من الجرجير وعليها الكبده بتاعتنا، ومفيش اسهل ولا احلى من كده. وعيش بلدي بقى، واحلى سندوتشات كبده بالرد عليهم حته جرجير كده، وعليهم معلقه من الطحينه، مفيش احلى من كده. بصي خطيره، كان نفسي تبقوا معايا وتشموا ريحه الكبده بقى وهي بتتقلي، ولا احلى مطعم، مفيش احلى من كده، في ايدين بتاخد هنا، مش فاضيين احنا يا جماعه. وبعد كده بقى ايه،
انا عايزه اقولك ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعلي الجرس وتشتركي في القناه، هيجيلك ان شاء الله